شهر أغسطس بالنسبة لك يا عذراء في نقلة كبيرة في وعيك العاطفي. هتحس إنك بدأت تفهم نفسك أكتر وتشوف العلاقات بنضج مختلف. لو أنت مرتبط فالعلاقة هتشهد حالة من الهدوء والنضج بعد فترة كانت مشحونة أو فيها سوء تفاهم. هتلاقي نفسك بتتكلم بصراحة أكتر وبتطلب اللي أنت محتاجه من غير لف ودوران. الشريك هيقدر ده جداً وهيقرب لك أكتر. لو أنت سنجل ففي فرصة حب جاية من خلال الشغل أو محيطك العملي. الشخص ده ممكن يكون شكله عقلاني في البداية، لكن هتكتشف إنه في الداخل حنين جداً زيه زيك. بس خد بالك من الشك والقلق الزيادة، لأنهم ممكن يخلوك تفقد فرصة حلوة أو تشك في نوايا ناس نضاف. الشغل والوظيفة، في فرصة مهنية كبيرة بتطرق بابك، يا إما عن طريق ترقية يا إما مسؤولية جديدة هتثبت بيها كفاءتك. عندك قوة ملاحظة وتركيز عالي الشهر ده، وده هيخليك تبهر رؤسائك أو العملاء بتوعك. لو بتشتغل لحسابك فالشهر ده مناسب لتوسيع الشغل أو إطلاق فكرة جديدة. ولو بتفكر تبدأ شغل جديد فالوقت مناسب، بس لازم تقرأ البنود كويس قوي قبل التوقيع على أي حاجة. نقطة مهمة، المرونة. في تغييرات فجائية أو تغييرات في الفريق، بس أنت هتعرف تتعامل معاها بذكاء وهدوء. الفلوس والجانب المادي، المال مش هينقص الشهر ده، بس مش هيزيد فجأة برضه. هو شهر إعادة تنظيم لمصاريفك. هتبدأ تشوف إنك محتاج تسيطر على النفقات الصغيرة اللي بتاكل من الميزانية. في احتمال لفلوس جاية من مكان قديم أو حق قديم كان متأخر، بس خد بالك من إنك ما تتسرعش في صرفها، لأن في مصروفات مفاجأة في آخر الشهر تخص البيت أو الصحة. ممكن كمان تفكر في استثمار بسيط أو شراء حاجة على المدى الطويل. الشهر ده مناسب لو خططت صح. طاقة عامة وصحة، طاقتك مرتفعة نسبياً، بس فيها تقلبات حسب الضغط اللي حواليك. ممكن تحس إنك عايز تعزل نفسك من الناس من وقت للتاني، وده طبيعي ومفيد ليك. حاول توازن بين العزلة الإيجابية والاندماج مع الناس اللي بتحبهم، واهتم بصحتك خاصة الجهاز الهضمي، لأن ده أكتر جزء حساس في جسمك الفترة دي. رياضة خفيفة، شوية خضار وفاكهة ومية كتير، ده سر إنك تكمل الشهر بصحة قوية. علاقات اجتماعية وعائلية، في تقارب جميل جداً مع الأهل، وخصوصاً مع حد كبير في السن. الكلام معاه هيكون فيه حكمة وهتستفاد منه جداً. في نفس الوقت في حد من الأصدقاء ممكن يظهر بعد غياب أو يطلب مساعدتك، وهتحس إنك في مكانة اللي الناس بتثق فيه. حافظ على التوازن وساعد على قد ما تقدر، بس ما تنساش نفسك. الكوكب بيوجه لك نصيحة، رتب أولوياتك وخلي اللي يستحق الأول. الكون بيشجعك تركز على الأهم وتسيب التشتت. حياتك محتاجة جدول وترتيب علشان توصل للنجاح اللي بتدور عليه. لو برجك العذراء قول لنا في الكومنتات أكتر حاجة مستنيها في أغسطس، واشترك في قناة هيرسكوب علشان توصلك باقي الأبراج أول بأول. الشهر ده ممكن يكون نقطة تحول في حياتك لو فهمت إشاراته صح. نجمة.